واش عوزة اليوم غادي نرجعكم 5000 عام اللور بجولة في المتحف البريطاني في لندن. اللي احسن حاجة فيه هي الدخلة ليه فابور، وحنا داخلين نشوفوا الثروات اللي سرقتها بريطانيا من العالم كامل. مع الدخلة لقينا هاد البنادق ديال اتاي ديال العمالقة ديال الروم، وهاد القصعة اللي تجي فيها شي قصرية ديال كسكسو ناضية. المتحف راه ضخم تبارك الله، وحنا راه مازال ما دخلناش ليه ديال بصح، وصعيب تدورو كامل داكشي اللي جينا للماب باش نمشيو نقلبوا على الاهتمام ديالنا ونمشيو نشوفوه نيشان. جينا مباشرة للسكشن ديال ايشنت ايجيبت اللي معاك كتدخل ليها كترجع تقريبا واحد 5000 عام للور. اشهر كنز كاين في هذا المتحف هو الروزيتا ستون، كان عليها الزحام بزاف داكشي علاش ما صورتش مباشره. هاد الحجره اللي بدلت التاريخ كامل، وهي اللي عاونت العلماء يفكوا الرموز الهيروغليفيه باش يفهموا اثار الحضاره ديال الفراعنه. كاينين القبوره، كاينين تماثيل كبار بحال ديال رمسيس الثاني اللي كان واحد من اعظم الفراعنه، كيرمز للقوه والهيبه والحكم الالهي. استغفر الله العظيم. الطريقه باش كان الرخام مقطع ومحفور ومنقوش كتخلي الناس هنا يعتقدوا بان الفراعنه كانت عندهم واحد التكنولوجيا اللي حنا ما عندناش. نتوما شنو كيبان لكم؟ هنا كنشوفوا الادوات ديال الفلاحه اللي كانوا كيستعملوهم الفراعنه، المجوهرات اللي كانوا كيلبسوهم الناس الاغنياء، وشوفوا واحد البلغه ديال شي عبد كان كيلبس 52 في رجليه. اما المومياوات بلا ما نهضروا عليهم، بحال اي ديانه وقناعه الموت ماشي هو النهايه. داكشي علاش المصريين كانوا كيحافظوا على الاجساد ديالهم بهذه الطريقه باش يوجدوهم للحياه الجايه. حتى بعض الحيوانات، بعض القطط كانوا كيحنطوهم وكيحطوهم مع الفراعنه. اللي عارف السبب يقول لي علاش. غير هو بكل صراحه في هذا السيكشن هذه كانت زاير عليا خاطري بزاف ودرني قلبي ديال بصح. كتشوف المومياوات وكيحطوا لك لي فوطو ديال السكانير وكتعرف بلي راه كاين بنادم لداخل وكيوريوك العظومه ديالو. داكشي الصراحه كيضرب في الخاطر. انت شو هذا المنظر هذا والله، توقف هنا حتى يتزير عليك قلبك ما يعجبكش الحال. وهنا كما قلت لكم في الانجليز راه غير الله يستر، مع تموت مع يشدوك يحطوك في شي متحف ويطلقوا عليك شي كذبه يضحكوا بها على الناس. دابا غادي نمشيو للقسم اللي انا مهتم به من ايامات جود اوف وار بلاي 2، القسم ديال الحضاره اليونانيه. وهنا غادي نرجعوا اكثر من 2500 عام. هذا القسم مشهور بالتماثيل والمنحوتات اللي كان جزء من معبد بارثينون في مدينه اثينز. كاينين المدرعات ديال المحاربين، وتخيل تحارب ضد واحد رجليه قد هكا. في السكشن ديال الفلوس تلقينا ماكينه قديمه كانوا كيصنعوا بها الفلوس في سنه 1800، يعني في القرن 19. وفي الاسلاميك وورلد كاين فلس ديال الذهب اللي كانوا كيتعاملوا به المسلمين شحال هادي، مكتوبه فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن اكثر حاجه بهراتني وعجبتني في هذا المتحف هي هذه المكانات اللي فيها هذه الكره كتضرب الطراجي كامل، ومني كتوصل دقيقه كترجع للجهه الاخرى مباشره، وكتبقى هذه الكره كتسافر الى ما لا نهايه من الوقت. القسم ديال الاسلاميك وورلد ما كبيرش بزاف، ولكن فيه ديكورات زويونين حتى هو. واكثر حاجه بهراتني هنا هي الكابشن اللي مكتوبه حدا كل تريجر: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وكنلقاو هاد لاباري اللي سميتها الاشولاب اللي كانوا كيستعملوها المسلمين شحال هادي باش يعرفوا الوقت، يعرفوا القبلة. كانوا كيستعملوها في الملاحة في البحر، وكانت كتعاونهم باش يعرفوا المواقع ديال النجوم والكواكب. وفي النهاية قال لك إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت دار زانه ياقوت. يلا تهلاو وفاط عزي.